اليوم عندما تسير حول الهرم الأوسط ستجد على الأرض طبقة من حجارة الصوان السوداء، وإليك الدليل. عندما تلتقط أحد هذه الحجارة سترى أن سطحها أسود وبالداخل لونا آخر. لقد حصلت كارثة هنا. أريدك أن تنظر إلى الأرض. يمكنك أن ترى أن طبقة من الدخان أثرت في الحجارة الصوانية التي على الأرض. ميدوم ليست المكان الوحيد الذي تظهر عليه آثار انفجار. انظر إلى هذا الصدع الكبير في صخر الهرم الأحمر. لقد تطلب الأمر قوة هائلة لصدع هذا الصخر الأصم. هناك صدع في الغرفة السفلية للهرم الأكبر، وآخر في القاعة الكبرى. هناك حروق كيميائية غريبة في الهرم الأحمر. ما هو سبب كل هذا؟ تظهر الصور القديمة لغرفة الملك في الهرم الأكبر أن الحجر أسود اللون. لقد نظفت الغرفة ورممت، ونلاحظ اليوم أن الحجر هو من الجرانيت الزهري اللون. زاوية ناموس الجرانيت مكسورة، والجدار متصدع بقوة. أي قوة يمكن أن تسبب كل هذا؟ هل تحذف مديرية الآثار الدلائل بحجة الترميم؟ من أين نستقي تاريخ مصر؟ كان هيرودوت مؤرخا يونانيا في القرن الخامس قبل المسيح، وقد كتب وعبر عن وجهة نظره بمساعدة بعض الناس المحليين، ومنذ ذلك الحين ونحن نردد ما قاله. إنها رواية مختلفة. أريدك أن ترى بنفسك، وذلك لتوقع